اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم اصله ايه. كتير مننا بيتصور وبيظن خطأ ان الرجل هو الكل في الكل، هو اهم حاجة، هو صاحب القرار، وبالذات لما يكون الراجل ده رجل دولة، رجل سلطة، حاكم، ملك، امبراطور من الاباطرة، فطبعا هو اللي في الصورة، هو اللي في الكادر. ما بندركش ابدا ان قراراته دي كتير منها بيكون وراها الست بتاعته، هي اللي ماشياه. خلينا نقول الحقيقه، خلينا نعترف بقى ان حتى في التاريخ اللي انا دارسه وحافظه صم، الاباطره والحكام كان في جنب منهم ستات، هم بيقولوا لهم يعملوا ايه ويتصرفوا ازاي. الست دي آن الاوان بقى اننا نتعرف عليها ونقرب منها وندرسها ونديها حقها، زي ما اتكلمنا عن تاريخ كثير من الاباطره والحكام والملوك. ده اللي هتعرفه معانا لو دوست شير او ضغطت سبسكرايب او دوست لايك او من خلال كومنتاتك زي ما اتفقنا. من خلال برنامجنا اصله ايه هنغطي كل الموضوعات. النموذج الاول هو نموذج لامبراطوره عظيمه، الامبراطوريه البيزنطيه في القرن الخامس وبدايات السادس، اسمها الامبراطوره اريادني. وعايزك تحفظ الاسم ده، هو اسم يبان صح، ما انا بكلمك عن تاريخ بيزنطة وانا بكلمك عن تاريخ العتبه، لا ده موضوع صعب. تعال نعرف ازاي بقى الست دي اتحكمت في مصير الامبراطوريه البيزنطيه وفي احداث كتير فيها خلال عهد الراجلين اللي اتجوزتهم. راجلين، ايوه، اتجوزت اثنين من الرجال في خلال عمرها. البدايه كانت في عهد ابوها كان اسمه الامبراطور ايه؟ ليو. احنا معرفينه باسم الامبراطور ليو الأول ده كان مخلف بنتين، واحدة اسمها أريادني اللي هي بطلة الحدوتة بتاعت، وأختها ليونتيا. وكان الإمبراطور ده مخنوق ومتضايق من ناس متشردة متحكمة في الإمبراطورية، عالم صيع اخترقوا الإمبراطورية وعمالين يتحكموا فيها، وهم قادة الجيش، وهم كل حاجة اسمهم اللي تقرا عنهم في كتب التاريخ الجرمان، وتحديدا فرع القوط الجرمان. كانوا متحكمين في الإمبراطورية وفي سياستها من القرن الرابع الميلادي، من بعد عام 378، بل هم اللي بيختاروا الإمبراطور وهم اللي بيحطوه على العرش. فكان ليو ده مخنوق، بس ربنا ما رزقوش بالذكور، عنده حتتين، أريادني وليونتيا. هيتصرف ازاي؟ جا في دماغه فكرة جهنمية لوزعي، يجوز أريادني دي الواد لبط بقى، واد صايع، يسد مع الجرمان دول ويتصرف. طب جابوا منين بقى الولد ده؟ جابوا من جبال طوروس، وكان سكان جبال طوروس في الوقت ده في الاناضول في تركيا. الايسوريين دول كانوا ناس عندهم غلظه وحشيه، محبين للحرب والقتال. اختار زعيم قبلي من دول اسمه زينون، او تسمى باسم زينون بعد كده. زينون ده اسم يوناني، وقام مجوزه الاريادني عشان يسد بيه عين الشمس، بحيث اللي يقل عقله من الجرمان يطلع لهم الولد زينون بقى بالرجاله اللي معاه جايين من الاناضول يتصرفوا ويا الجرمان الصيع. وبالفعل زينون ما كدبش خبر، اتجوز اريادني، والبنت التانية الصغيرة قام مجوزها لابن امبراطور الغرب، وبكده أمن نفسه. يعني جوز البنتين لاتنين رجالة يسدوا عين الشمس. هنركز اكتر مع اريادني وهنشوف ان الراجل ده ابوها ليو الاول كان عقليته ذكية جدا، وعايز من خلال زينون يسكت الجرمان، وقد كان استطاع الانتصار عليهم جميعا. وهنبقى ممكن في حلقات جايه نقول التفاصيل جت ازاي، واعدم اشهر قائد فيهم وعياله من خلال علاقته بالايسوريين وزعيمهم زينون الشهير اللي هو بقى جوز بنته. استطاع القضاء على كل مناوئيه واعدائه وكذا. كان المفروض العرش يبقى لمين في تصورك؟ يعني العرش كان المفروض يبقى لزينون اللي خلصه من المشاكل، لا، اداه للعيل اللي خلفته اريادني من زينون. طب ده عيل يعمل ايه وده لسه طفل؟ ده قال ماليش دعوه، اشركوا في الحكم. تصوروا، واجلسوا الى جانبه على العرش وهو طفل عنده 5 سنين، بقى قاعد يلبسوه التاج كده، جايبين له تاج لعبه كده ما تعرفش ولا ايه، ومقعدينه ومدينه لقب الامبراطور. حتى الفاميليا راح الامبراطور ليو ومعاه بنته اريادني، ومعاهم الطفل الصغير، ومعاهم زوجة ليو الاول ام ارياد اسمها الامبراطوره فيرينا، ياخدوا صوره جماعيه مع بعض. نبص في الصوره نلاقي اريادني والطفل والامبراطور ليو والامبراطوره فيرينا، وما نلاقيش زينون. لا، طب فين جوز البنت؟ مش موجود في السؤال، مش معترف بيه، احنا جدنا نخلص بيه شغلان. لكن تفتكر الامور هتمشي؟ يشاء القدر ان بعدها الامبراطور ليو يتوفى بمرض السحار زي ما هو معروف، وبعد منه يرث الحكم مين؟ زي ما قلنا
الطفل الصغير. فالطفل الصغير ده بقى هو الجالس على العرش، وكان عنده وقتها 6 سنوات، بيحكم الامبراطوريه البيزنطيه تحت وصايه امه مين؟ اريادني. طب ويجي ابوه زينون القائد المغوار الزعيم القبلي الايسوري ينحني امامه ويعظم له بالمنظر ده كده. فجت حتى اريادني كانت ست بقى دماغها ذكيه، قالت له يا ولا لما يجي ابوك يوطي قدامك كده ويديك التحيه ابقى اقلع التاج وحطه على راسه، عيب كده يا حبيبي، عيب كده يا بابا. فالواد ما كدبش غابه، هللوا في القصر وقالوا ايه؟ يبقى كده الاب وابنه بيحكموا الدوله بالشراكه. بعدها بشويه صغيرين العيل ده اتكل على الله، مات صغير كده وهو عنده 7 سنين. فالحكم المنطقي والمفروض بقى لزينون، طبعا هو الامبراطور ومعاه شريكته وحبيبه قلبه وكل حاجه في حياته الامبراطوره اريادني. بدون تفاصيل كتير عشان ما دوشكش بالتاريخ البيزنطي، بتقوم ثورات وبيحصل ثورات الهدف منها الاطاحه بهذا الامبراطور. بنشوف بقى اهميه اريادني في ايه؟ انها واقفه دايما مع جوزها. يعني مثلا في ثوره من الثورات عملها خال اريادني اخو امها، تفتكر اريادني هتاخد انهي جبهه؟ خدت جبهه زوجها، بل لما زوجها اضطرته الظروف وقتها انه يهرب ويرجع موطنه الاصل في سوريا، وامها قالت لها عودي يا بنت خالك اللي بقى يحكم، هربت مع جوزها واثرت البقاء مع الزوج ولا انها تشارك في هذه الثوره ضده. كان لها دور كبير خلال مجريات احداث عهد زينون، هتقرا عنها بالكامل في كتابي او البحوث الاخرى اللي اتعملت عن عهد الامبراطور زينون. هتجد شخصيه اريادني في غايه الاهميه. طب بعد كده بيشاء القدر ان يتكل على الله زينون، كده ما بقاش عندنا امبراطور. واعظم المؤرخين قالوا ان التاريخ البيزنطي ده بتاعي ذكوري بيحكموا الاباطره الرجال. طب انتوا نسيتوا المشهد ده ولا ايه؟ مشهد يوم ما مات زينون، مين اللي كان جالس على العرش وقتها؟ اريادني، وهي امراه لان ما كانش ليها زوج في هذا الوقت وابنها مات. كل الناس وقتها في القسطنطينيه في بيزنطة قالوا اكيد اللي هيحكم اوتوماتيكلي اخو زينون، ده المنطق. كان ليه اخ، كان واد كده عنده عنجائيه واللي مش عاجبه يقوم مديله جزء اقلام، وكانوا قرفانين منه البيزنطيين لان ما يحبوش الايسوريين، يبص لهم على انهم قوم من الرعاع جايين من الجبال زي ما قلنا. اريادني فاجأت الناس كلها وعملت قرار غريب جدا. قعدوا وياها في القصر رؤساء الوزاره وكبار رجال البلاط وكبار رجال الدوله، اختاري انت يا ستين تحب مين اللي يحكم؟ قالت البواب. معقول البواب؟ بعتوا جابوه وبقى امبراطور من اعظم الامبراطورات، اسمه الامبراطور انستاسيوس الاول. كمان اريادني مش اكتفت بانها قعدته على العرش وهو كان حاجب من حجبة القصر الامبراطوري، بل كمان وضعت التاج على رأسه وتزوجته. يعني مش بس توجته كامبراطور، لا ده تزوجته فاكسبته الشرعية في الحكم. ادي نموذج للي يقعد يقول لك التاريخ تاريخ رجال والرجال هم القادة طب واريادني ده واللي عملته، وحدث ولا حرج بقى عن تحكمها في زوجها انستاسيوس الاول وخلال مجريات عهده، وهي اللي بقت تقول له ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصل، وغيره من الاشياء اللي يضيق الوقت بالحديث فيها. وان شاء الله هنتكلم عن نموذج اخر في حلقة قادمة من حلقات برنامجنا اصله ايه. اشوفكم دايما بكره، ما تنساش تدوس شير، تضغط لايك، تدوس سبسكرايب، ومنتظر جدا جدا تعليقاتكم اللي منها اقدر اكمل برنامجنا اصله ايه.